stop. What was it? What? I don't know. Dr. Jones, get him. Put those pieces back together. When God tells you what to do. All stations, stop Spider-Man. السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من اليو اس بوكس أوفيس. في حلقة النهاردة هنتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، وتقييم وتصنيف كل فيلم في أول أسبوع من شهر 8 لسنة 2023. بس قبل ما نبدأ بنفكركم إن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالمركز العاشر بفيلم الانيميشن إليمنتال، واللي تراجع من المركز الثامن في 8 أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الانيميشن الكوميدي والمغامرة، والفيلم حصل على تقييمات 7.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 29,000 صوت، وحصل على 91% من تقييم الجمهور وعلى 76% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $1,211,000 في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 8 أسابيع عرض $423,698,000 في السينمات الأمريكية والعالمية. I've been trying to fill my father's shoes, but I never once asked what I wanted to do. وفي المركز التاسع فيلم المغامرات إنديانا جونز اند ذا ديل اوف ديستني، واللي تراجع من المركز السابع في 6 أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام المغامرات والأكشن، والفيلم حصل على تقييم 6.8 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 90,000 صوت، وحصل على 88% من تقييم الجمهور وعلى 68% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $1,521,000 في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 6 أسابيع عرض $368,440,000 في السينمات الأمريكية والعالمية. Been shot 9 times, including once by your father. Sorry. But I've been looking for this. وفي المركز الثامن فيلم الرعب توك تو مي، واللي تراجع من المركز السادس في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الرعب والغموض والإثارة، أما بالنسبة للتقييم فحصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 11,000 صوت، وحصل على 81% من تقييم الجمهور وعلى 95% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $6,272,000 في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض $24,804,000 في السينمات الأمريكية والعالمية. I'm not gonna stop. What was it? What? I don't know. I let you in. I let you in. وفي المركز السابع فيلم الأكشن ميشن امبوسيبل 7، واللي تراجع من المركز الخامس في رابع أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والجاسوسية. الفيلم حصل على تقييم 8 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 116,000 صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 96% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $6,450,000 في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 4 أسابيع عرض $493,802,000 في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز السادس فيلم السيرة الذاتية ساوند اوف فريدم، واللي تراجع من المركز الرابع في 5 أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية الأكشن والدراما والسيرة الذاتية،
أما بالنسبة للتقييم فحصل على تقييمات 7.9 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 45,000 صوت، وحصل على 99% من تقييم الجمهور وعلى 74% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 7,031,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 5 أسابيع عرض 163,472,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. And this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do. وفي المركز الخامس الفيلم العائلي Haunted Mansion، واللي تراجع من المركز الثالث في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية الكوميديا والدراما، وحصل على تقييم 6.3 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 6,500 صوت، وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 41% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 8,671,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 59,620,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. Guys, is anybody else seeing this? Yeah, I'm seeing it. Whoa, whoa, whoa! Hold on! If we don't solve this mystery, we're stuck here for eternity. وفي المركز الرابع أول فيلم جديد معانا للأسبوع ده فيلم الأنيميشن تينيج ميوتنت نينجا تورتلز. الفيلم من نوعية الأكشن والمغامرة. أما بالنسبة للتقييم فحصل على تقييمات 7.6 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 6,700 صوت، وحصل على 92% من تقييم الجمهور وعلى 96% من تقييم النقاد. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 28 مليون دولار في السينمات الأمريكية، وحقق إجمالي إيرادات عالميا 51,573,000 دولار. Enough talk! I dream about fighting every night! You've got a rage problem, right? It's not a problem! وفي المركز الثالث فيلم السيرة الذاتية اوبنهايمر، واللي تراجع من المركز الثاني في ثالث أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية الأفلام التاريخي والدراما، والفيلم حصل على تقييم 8.7 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 295,000 صوت، وحصل على 94% من تقييم الجمهور وعلى 94% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 28,700,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 552,943,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. About what's happening here. وفي المركز الثاني تاني فيلم جديد معانا للأسبوع ده فيلم الأكشن ميج 2. الفيلم من أول واللي مازال متصدر البوكس أوفيس لثالث أسبوع عرض ليه فيلم الفانتازيا باربي. نوعية الفيلم مغامرة وكوميدي، والفيلم حصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 191,000 صوت، وحصل على 84% من تقييم الجمهور وعلى 88% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 53 مليون دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 1,031,000,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. This is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. وبكده خلصت حلقتنا للأسبوع ده، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.